عاجل جدا. باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح ويوجه رسالة للمصريين. باسم يوسف مش عاجبه ردود فعل المصريين خصوصا على السوشيال ميديا، سواء رد فعلهم على الحوار بتاعه في القناة التلفزيونية الإنجليزية أو رد فعلهم على فيديو محمد صلاح. باسم قبل كده كتب بوست قال فيه: اللي بيمتدحك كتير النهاردة هيذمك كتير بكرة، يعني بكرة هتنتقدوني وتنسوا اللي كان النهاردة. يبدو إن باسم يوسف واقعي زيادة عن الحد. باسم النهاردة نشر صورة بتجمعه مع محمد صلاح وكتب يقول: أنا شفت الصورة دي في كذا صفحة، ومعاها تعليق بيقول إن محمد صلاح متصور مع فخر العرب. ده غير بوستات تانية كتير جدا، يا إما بتقارن لقائي مع الفيديو بتاعه أو بتقلل وتهمش وتتريق على فيديو صلاح. طيب في هنا كذا نقطة وكذا ملحوظة لازم أقولها. أولا، هل من المفروض في العالم الطبيعي إن لعيب الكورة أو حتى الكوميديان اللي زي حالاتي يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا الإنسانية؟ أظن إن ده دور الإعلام، لكن للأسف اللي بيحصل غير كده تماما. اللي حصل ان الاعلام بيفشل في ده، بل وبيزيد الامور سوء، فالناس بتتجه للاشخاص الناجحين في مجالهم علشان يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم، وده اول السكه في ان احنا بنظلمهم معانا. صلاح لعيب كوره، لا بيتدخل في السياسة من أول يوم، واحتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية ولا حاجة. الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط إنساني بحت، ولا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس أو حلويات المولد بوضع علم أو رمز للتضامن. ثانياً، تعزية صلاح في موت ملكة إنجلترا هو أيضاً فعل إنساني وليس سياسي. صلاح أو أي لاعب كرة قدم لو كان بيلعب في دوريات الخليج، ولا قدر الله لو أمير أو ملك أو شيخ أو حاكم الدولة أو الإمارة اللي فريقه بيلعب فيها توفاه الله، كان برضه صلاح أو أي لاعب مكانه هيكتب تعزية، لأن ملكة إنجلترا عند الإنجليزي اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي ما كانت هذا الملك أو الأمير في قلب شعبه، فده بروتوكول وليس فعل سياسي. ثالثا، مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بين، لأن الكلام مش شغلة صلاح، ولأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح، فلا صلاح هيعرف يتكلم ويحاور زيي، ولا أنا هقدر ألعب كورة زي صلاح. يا جدعان، ده انا اكبر انجازات الكرويه ان عملت 3 عمليات غضروف وانا عندي ركبتين 2 بس. ده انا اخدت كباري بعدد شعر راسي. ولو على اللغه، فصلاح اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم بقى ايطالي احسن مني ومن ناس كتير. ده انا معرفش اتكلم كلمتين ايطالي على بعض. رابعا، صلاح بالانجليزي المكسر والاداء الفلات او المخطوف زي ما ناس وصفته بالاداء السيء او الوحش. صلاح بالاداء ده عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات، واللي خلت هالاند اعظم هداف حاليا في اوروبا يشير الفيديو ويقول ان كلمه صلاح هتخلي لعيبه كتير تتشجع وتتخلى عن صمتها. اظن ان هو ده المطلوب. موضوع بقى ان الكلام مايع ومفيش إدانة واضحة، وان صلاح مسك العصاية من النص ولم يقصف الجبهات، اظن ان ده مش دور صلاح يا جماعة خالص. واصلا هو فيديو غير موجه لينا كعرب، ورب فيديو بسيط من غير عياط، من غير نرفزة، من غير شتيمة، ومن غير إدانات وشجب وعياط ودموع، لكن يوصل بره ويغير صوت واحد زي هالاند. ده فيديو واحد أبرك بكتير من مئات الفيديوهات اللي فيها شحتفة وقلة أدب. خامساً، واحد زي صلاح ده ملهم لأجيال كتيرة جدا، قصة كفاحه غير مسبوقة سواء في مصر أو في الوطن العربي، علشان كده هو اللي فخر العرب، مش واحد زي حالاتي زي ما الناس كاتبة على الصورة اللي بيشيروها. صلاح ده راجل بيتبرع في السر أكتر من العلن، فاتح بيوت أنا وإنتم مش عارفين عددها. واحد زي صلاح ده نخسره ليه؟ علشان ما شافاش غليلك في قضية بقالها يجي 100 سنة واعية الأنظمة وأكبر الدول فشلوا فيها، علشان اتأخر يعني؟ يا سيدي، المهم انه وصل واتكلم، ولا علشان ما شتمش قوي بما فيه الكفايه. جايز بالنسبه لك انت ما شافاش غليلك، لكن بالنسبه لناس كتير قوي ده ممكن تكون اول مره يسمعوا فيها عن القضيه. يا اخوانا، الدنيا بره تختلف عن الوطن العربي خالص، والموضوع ده هعمل لكم لبوست لوحده. سادسا، فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس وكتب تضامن؟ ساعتها برضه اتشتم. طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن محمد صلاح وكل شويه نشتمه علشان ما عملش اللي احنا عشمانين فيه، هل ده منطق؟ طيب على الأقل لو ما شجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه. صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك يا عم الحاج. سابعا بقى وأخيرا، عموما يا ريت بلاش حكاية ساكت ليه دي، ما تعمل زي فلان، ما تقول زي علان. يا اخوانا، كل واحد وظروفه، وكل واحد وحساباته اللي تناسب مشواره في الحياة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل واحد أدرى بالضغوط اللي عليه، فبلاش نكون إحنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه. في الآخر كل واحد ورأيه،
كل واحد يحب ويكره اللي هو عايزه، لو حبيت صلاح أو كرهته أنت حر. البوست ده مش هيغير حاجة، ودي صورتي مع فخر العرب محمد صلاح. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.